فيلمنا النهارده بيبدأ في غرب قارة أمريكا الشمالية، واللي بنشوف فيها قطيعة من الخيول النادرة، وبتظهر ما بينهم فرسة وهي بتولد حصان صغير شكله جميل، وبنشوف وقتها الحصان ده وبنعرف إن اسمه سبيريت، واللي بيظهر إنه متحمس جدا لاستكشاف العالم. وبعدها بنشوف سبيريت اللي بيفضل يجري مع قطيع الخيول، وكمان بيروح يلعب مع الخيول الصغيرة وهو سعيد ومبسوط. وبينبهر سبيريت جدا لما بيشوف قطيع التيران وهم بيشربوا من البحيرة، واللي بالرغم من ضخامة حجمهم ما بيكونش سبيريت خايف منهم. وكمان بيفضل يلعب مع الزعيم بتاعهم، وبتعدي الأيام وبيكبر سبيريت، وبنشوفه وهو بيتسابق مع صديقه النسر، وبالفعل بيقدر سبيريت إنه يتفوق عليه. وبنعرف وقتها إن سبيريت بقى هو قائد قطيع الخيول، وكمان بيكون هو المسؤول عن حمايتهم. وفي يوم من الأيام بيظهر أسد مفترس، واللي بيكون عاوز يصطاد الخيول الصغيرة اللي موجودة في القطيع، وفعلا بيبدأ الأسد إنه يطاردهم علشان ياكلهم. ولكن فجأة بيجي سبيريت وبيمنعه على آخر لحظة، وبيبدأ سبيريت إنه يهاجم الأسد بشراسة. وبعد معركة كبيرة بيقدر سبيريت إنه يوقع الأسد على الأرض، وكمان بيخوفه وبيطارده لحد ما بيخليه يهرب من مكان تواجد القطيع. وبسبب اللي حصل ده بتروح والدة سبيريت ومعاها باقي القطيع وبيحيوه على شجاعته. وبيظهر بعدها سبيريت وهو سعيد جدا بوجوده مع القطيع، واللي بيروح بالليل للخيول الصغيرة علشان يطمن عليهم ويتأكد إنهم في أمان. وفي الوقت ده بيلاحظ سبيريت وجود ضوء غريب جاي من الغابة، وبيقرر إنه يروح ناحيته علشان يستكشف مصدر الضوء ده. وبيتكلم سبيريت مع والدته وبيعرفها إنه هيروح في اتجاه الضوء علشان يعرف إيه اللي موجود هناك، وبيطلب منها إنها تفضل مع القطيع وبيسيبها وبينطلق. وفعلا بيجري سبيريت لحد ما بيوصل لمصدر الضوء، وهناك بيتفاجئ بمجموعة من الخيول اللي بيكونوا مربوطين في الشجر، واللي بمجرد ما بيشوفوه بيفضلوا يحذروه وبيطلبوا منه إنه يهرب بسرعة. ولكن للأسف ما بيسمعش سبيريت كلامهم وبيبدأ إنه يستكشف المكان. وهناك بينبهر سبيريت لما بيشوف مجموعة من الصيادين وهم نايمين، وبيكون مستغرب جدا من شكلهم لأنه أول مرة يشوف بشر. وبالغلط بيخبط سبيريت واحد من الصيادين بالجزمة بتاعته، واللي بيصحى فجأة وبيصحي صديقه علشان يشوف سبيريت. وبينبهروا هما الاتنين لما بيشوفوا سبيريت لأنه واحد من الخيول النادرة جدا. وبيفضل سبيريت يستكشف كل المعدات بتاعتهم لحد ما بيصحي زعيم الصيادين، ولما بيحاول الزعيم إنه يمسكه بيجري سبيريت بسرعة علشان يهرب منه. فبيأمر الزعيم كل الصيادين إنهم يستعدوا، وفعلا بينطلقوا كلهم وبيجروا ورا سبيريت علشان يمسكوه. ولكن وقتها بيقدر سبيريت إنه يخدعهم وبيجي من وراهم وبيحرر كل الخيول واحد ورا التاني. وبيكمل سبيريت هروبه وبيفضل يجري بسرعة لحد ما بيوصل لمكان القطيع بتاعه، وهناك بيطلب سبيريت منهم إنهم يهربوا بسرعة من المكان. وبيرجع سبيريت تاني للصيادين وبيحاول إنه يشتتهم علشان يبعدهم عن القطيع، وفعلا بتنجح خطة سبيريت وبيخلي الصيادين يطاردوه. وبعدها بيدخلوا كلهم جوه جبل صخري، وهناك بيجري سبيريت على الصخور وبيهاجم الصيادين. ولما بيجي سبيريت وبيحاول إنه يهرب منهم بيجي فجأة واحد من الصيادين وبيرمي عليه الحبل بتاعه وبيسحبه وبيقع على الأرض. ولما بيحاول سبيريت إنه يهاجمه بيجوا باقي الصيادين وبيرموا الحبال بتاعتهم عليه وبيحوطوه من كل مكان. وللأسف ساعتها ما بيكونش سبيريت قادر إن هو يهرب منهم بسبب عدد الحبال اللي بيكون كبير جدا. وبعدها بيتفاجئ سبيريت لما بيشوف والدته معاها باقي القطيع وهم جايين علشان يساعدوه. ووقتها بيصرخ سبيريت فيهم علشان يهربوا بعيد وما يتمسكوش هم كمان. وفعلا بتتراجع والدته هي وباقي قطيع الخيول وبيهربوا. وبالرغم ان الخيول اللي مع الصيادين بيكونوا عاوزين يساعدوا سبيريت الا انهم ما بيقدروش. وبعدها بيتجمعوا كل الصيادين وبيسحبوا سبيريت وبيمشوا. وفي الطريق بيظهر سبيريت وهو بيحاول انه يهرب منهم، ولكنه للاسف ما بيقدرش انه يعمل كده. وبيفضل سبيريت ينادي على صديقه النسر علشان ينقذه، ولكن للاسف ما بيقدرش النسر انه يقرب منه بسبب الصيادين. وبعد فتره بنشوف الصيادين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمعسكر كبير للجيش الامريكي، وهناك بينبهر سبيريت من اللي بيشوفه في المعسكر، واللي بيكون موجود فيه عدد كبير من الجنود المسلحين، واللي كمان بيكونوا اسرين عدد كبير جدا من الخيول. وهناك بيحاولوا الجنود انهم يسيطروا على سبيريت، ولكنه بيكون عنيد جدا معاهم وبيكون رافض الاستسلام ليهم. وقتها بيجي قائد المعسكر وبيضرب نار في الهواء علشان يخوف سبيريت، وبيقرب القائد منه وبيقول للجنود انهم روضوا خيول بريه كتير قبل كده، وان الخيول كلها شبه بعض، وان من السهل انهم يروضوا حصان جامح زي سبيريت. وقتها بيتعصب سبيريت جدا وبيكسر عصايه القائد علشان يثبت له انه مش خايف منه. وساعتها بيجوا الجنود وبياخدوا سبيريت وبيربطوه في مكان مخصص لتثبيت الاحصنه، وبيجي الحلاق علشان يحلق لسبيريت شعره، ولكنه بعدها بيتفاجئ بعضه قويه جدا منه. فبيتضايق الحلاق وبيطلب من الجنود انهم يربطوه كويس. وفعلا بيبداوا الجنود في تثبيت سبيريت، وبيبدا الحلاق انه يقص له شعره. ولما بيحاول الحلاق انه يركب له حدوه بيخبطوا سبيريت جامد وبيوقعه على الارض. فبيتعصب الحلاق جدا منه وبيخلي الجنود يربطوه من كل مكان. ولكن بعدها بيقدر سبيريت انه يحرر نفسه وبيخبط الحلاق اللي بيقع على الارض وبيفقد الوعي. فبييجوا الجنود وبينقلوا سبيريت لساحه التدريب علشان يروضوه، وكمان بيركبوا له الجام علشان يعرفوا يتحكموا فيه. ولكن وقتها بيعاند سبيريت معاهم اكتر، وكل ما بيجي جندي وبيحاول انه يروضه بيجري سبيريت بسرعه وبيطيره وبيوقعه على الارض. وبيفضل سبيريت يوقع
بيوقع جندي ورا التاني وما بيكونش في حد من الجنود قادر ان هو يسيطر عليه، وساعتها بينبهروا كل الخيول من اللي هم شايفينه وبيحيوا سبيريت وبيفضلوا يتفرجوا عليه وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيظهر قائد المعسكر وهو متعصب جدا من اللي سبيريت بيعمله، وبيظهروا كل الجنود وهم خايفين جدا من انهم يقربوا منه، وبيفضل سبيريت بعدها يطير الجنود واحد ورا التاني بره ساحة التدريب، وبعدها بيجري سبيريت بسرعة وبيخوف كل الجنود لحد ما بيوصل لقائد المعسكر اللي بيبان عليه انه مش خايف منه. وفي الوقت ده بيطلب القائد من الجنود انهم يربطوا سبيريت وانهم يمنعوه من الاكل والميه لمده 3 ايام، وفعلا بيروح الجنود وبيربطوا سبيريت في عمود موجود جوه ساحه التدريب، وبيفضل سبيريت يحاول محاولات كتيره علشان يقطع الحبل ولكنه للاسف ما بيقدرش. وبالليل بيفضل سبيريت يبص للسما وبيبان عليه انه مفتقد والدته والقطيع بتاعه جدا. وفي تاني يوم بيظهر على سبيريت ان هو جعان وعطشان جدا، وبيفضل يتفرج على قائد المعسكر وهو بيشرب ميه. وفي الوقت ده بيجوا مجموعه من الجنود اللي بيكونوا قبضوا على شاب من قبائل الجنود الحمر، وبيعرفوا القائد ان الشاب ده كان بيسرق من الموارد بتاعتهم، فبيطلب القائد من الجنود انهم يربطوه ويحرموه هو كمان من الاكل والميه. ووقتها بيستغرب سبيريت من شكل الشاب اللي بنعرف ان اسمه كارك، واللي بيكون منبهر هو كمان من وجود حصان جامح زي سبيريت جوه المعسكر. وساعتها بيحاول كارك انه يلاعب سبيريت ولكنه ما بيديلوش اي اهتمام. وبالليل بيستغرب سبيريت لما بيسمع كارك وهو بيعمل صوت غريب، وبيفهم سبيريت وقتها ان كارك بيتواصل مع حد خارج المعسكر. وفجأة بتترمي سكينة من فوق السور وبتقع جنب كارك اللي بيقرب رجله منها وبيقدر ان ياخدها قبل ما حد يشوفه. وبعد شوية بيستعد الجنود علشان يروحوا يحموا السكة الحديد من هجمات قبائل الجنود الحمر. ووقتها بيسألهم القائد اذا كان عدى 3 ايام على حرمان سبيريت من الاكل والمية، وفعلا بيكون عدى 3 ايام على سبيريت وبيبان عليه التعب جدا. وساعتها بيبدأ القائد في ترويض سبيريت اللي بيحاول ان يوقعه هو كمان، وبيفضل سبيريت يجري وبيتحرك بسرعة وبيخبط في الجدار علشان يوقع القائد، ولكن سبيريت ما بيكونش قادر ان يوقعه لانه ما اكلش بقاله 3 ايام. وفجأة بيقف سبيريت عن الحركة لانه بيبقى فقد قوته وما بيكونش قادر ان هو يكمل جري. وساعتها بيظهر على القائد انه سعيد جدا لانه قدر يروض سبيريت، وبيفضل القائد يتفاخر من سيطرته على سبيريت قدام الجنود، وبيفكرهم انهم لازم يكملوا السكة الحديد وانهم علشان يكملوها محتاجين لعدد كبير جدا من الخيول. وبيأكد لهم القائد انهم لازم يقضوا على قبائل الجنود الحمر، وبيعرفهم انهم بالعقاب والوقت هيقدروا يروضوا اي حصان. وفي الوقت ده بيتعصب سبيريت جدا من كلام القائد، وبيسحب اللجام من ايده وبيجري بسرعه وبيطيره وبيوقعه بعيد. وبسبب اللي حصل ده بيفرحوا كل الخيول وبيحيوا سبيريت على شجاعته، وبينبهر كيرك هو كمان من شجاعه واصرار سبيريت. فبيتعصب القائد وبيطلع المسدس بتاعه بيوجهه ناحيه سبيريت، وساعتها بيقف سبيريت باصراره وما بيكونش خايف منه. وقبل ما القائد يقتله بيحرر كيرك نفسه وبيهاجم القائد وبيتعلق بسرعه في سبيريت، واللي بياخده وبيجري وبيروح يحرر باقي الخيول. وبيضرب كيرك واحد من الجنود وبياخد السلاح بتاعه، فبيجري سبيريت وبيدخل للاسطبل اللي موجود فيه كل الخيول، وهناك بيستخدم كيرك السلاح اللي معاه وبيكسر القفل، وبيخرج هو وسبيريت وراهم كل الخيول، وبيكملوا كلهم جري وبيخرجوا من المعسكر وبيتفرقوا عن بعض. وبيكون سبيريت سعيد جدا لانه بكده هيقدر ان يرجع للقطيع بتاعه من تاني. ولكن وقتها بيصفر كيرك وبتظهر الفرسه بتاعته اللي اسمها رين، وبيركب كيرك على ظهرها وبيجوا 2 من اصدقائه وبيرموا الحبال بتاعتهم على سبيريت اللي بيتضايق لانه وقع في القصر من تاني. وبعدها بيوصل كيرك واصدقائه للقبيله بتاعتهم ومعاهم سبيريت اللي بيحبسوه في حظيره، وساعتها بيقرب كيرك منه وبيشيل اللجام اللي كان مضايقه. وبيصحى سبيريت تاني يوم وبيفرح لما بيلاقي تفاح محطوط جنبه علشان ياكل منه. وفي الوقت ده بيلاحظ سبيريت وجود رين واللي بيكون منبهر جدا بيها، وبيحاول ان يلفت انتباهها ولكنها ما بتديلوش اي اهتمام. فبيتضايق سبيريت لما بيشوفها بتلعب مع كيرك ومبسوطه جدا معاه. وبعدها بيرجع كيرك اللي بيحاول ان يروض سبيريت ولكنه بيفشل، وساعتها بيتريقوا اصدقاء كيرك عليه، وبيجري سبيريت وراه لحد ما بيخرج كيرك من الحظيره. فبتجري رين وبتبدا انها تتخانق مع سبيريت علشان تنقذ كيرك، ووقتها بتيجي فكره كيرك وبيربط رين مع سبيريت وبيطلب منها انها تهديه، وبيفتح لهم باب الحظيره. فبيفرح سبيريت جدا وبيجري بسرعه علشان يرجع للقطيع بتاعه، ولكن وقتها رين بتمنعه وبتقعد على الارض علشان ما يهربش لبعيد، وبتلف رين الحبل حوالين سبيريت وبتوقعه. فبينبهر بيها سبيريت اكتر، وبيفضلوا يتمشوا سوا وبتعرفوا رين على اهل القبيله وعلى الناس اللي عايشين فيها. فبيستغرب سبيريت من المعامله اللطيفه اللي البشر بيعملوها للخيول بتاعتهم على عكس الجنود اللي في المعسكر. وفي الوقت ده بتيجي بنت صغيره وبتلعب مع سبيريت اللي بيواسيها لما بتقع علشان ما تعيطش، وبيروح سبيريت هو ورين علشان ياكلوا، وبيلاحظ انها عاوزه تاكل تفاحه من على الشجره ولكنها للاسف بتكون بعيده وما بتكونش رين قادر انها توصل لها. فبينط سبيريت وبيجيب التفاحه وبيديها لها، ولكن رين ما بتاكلهاش لوحدها وبيتشاركوا هما الاتنين فيها، وبيبان عليهم انهم اعجبوا ببعض اكتر. وبعدها بنشوف سبيريت وهو بيلعب مع كيرك اللي بيكون عاوز يروضه ولكنه ما بيعرفش. ساعتها بيروح سبيريت وبيقنع كيرك انه موافق ان هو يمتصيه، ولكن لما كيرك بيحاول ان يركب على ظهره بيخدعه سبيريت
سبيريت وبيوقعوا على الأرض، ووقتها بيضحكوا أصدقاء كيرك وبيفضلوا يتريقوا عليه، وساعتها بيتضايق سبيريت وبيخوفهم هما كمان وبيوقعهم بره الحظيرة، وبيقرب من كيرك علشان يواسيه، فبيقول له كيرك إنه مش هيحاول يمتطيه تاني. وبعدها بنشوف كيرك وهو بيفتح باب الحظيرة علشان يطلق سراح سبيريت وبيطلب منه يمشي، ولكن سبيريت بيكون مستغرب جدا من اللي كيرك بيعمله، وفي البداية بيكون سبيريت متردد إنه يمشي وبيبص لكيرك باستغراب، لكنه بعدها بيخرج من الحظيرة وبيودع كيرك وبينطلق لحد ما بيوصل لرين، واللي بيعرفها إنه بقى حر وبيطلب منها إنها تروح معاه للقطيع بتاعه، ولكن رين بترفض إنها تروح معاه وبتكون عاوزة تفضل مع كيرك والقبيلة بتاعته. وفجأة بيحسوا هما الاتنين بحركة الخيول وبيشوفوا الجنود من بعيد وهم رايحين يهاجموا القبيلة، فبيجري سبيريت هو ورين بسرعة ناحية القبيلة علشان يساعدوا أهلها، واللي بيكونوا بيحاربوا الجنود بشراسة رغم بساطة أسلحتهم. وساعتها بيركب كيرك على ظهر رين وبينطلق علشان يهاجم قائد المعسكر، ولكن القائد بيضرب نار على رين اللي بتقع هي وكيرك في النهر، ولما بيتشبث كيرك بالصخور بيوجه القائد سلاحه ناحيته علشان يموته، ولكن ساعتها بيتدخل سبيريت وبيوقع القائد من على الحصان بتاعه علشان ينقذ كيرك، وبيجري سبيريت بسرعة علشان يلحق رين لأن طيار المية جرفها لبعيد، وبينطلق سبيريت بسرعة وبينط في المية وبيحاول يقرب من رين علشان ينقذها، وبالفعل بيقدر سبيريت إنه يوصل لها وبيعافر عكس الطيار، لكن ضغط المية بيكون أقوى منه وما بيقدرش سبيريت إنه يخرج بيها بره المية لحد ما الطيار بيسحبهم وبيقعوا هما الاتنين من فوق الشلال. وبعدها بيطلع سبيريت من المية وبيجري ناحية رين اللي بتكون موجودة على الشط، وبيعرف سبيريت إن رين مصابة ومش هتقدر تتحرك، فبيقرب سبيريت منها وبيفضل نايم جنبها طول الليل وهو حزين. وبعدها بيوصلوا الجنود لمكان سبيريت وبيقبضوا عليه وبيسيبوا رين لأنها مصابة وأكيد هتموت، وساعتها بيفضل سبيريت يقاوم وبيعافر لأنه مش عاوز يسيب رين لوحدها، لكنه في النهاية ما بيقدرش، وبيفتكر سبيريت إن رين ماتت لما بيشوفها وهي بتفقد الوعي، وبيستسلم وبيروح مع الجنود. وبعد ما بيمشوا بيجي كيرك وبيروح لرين وبيطمن عليها وبيكون حزين على اللي حصل لسبيريت، وبيقرر ساعتها إنه هيروح وراهم علشان ينقذ سبيريت زي ما هو أنقذ حياته. وبعدها بيظهر الجنود وهم بيركبوا سبيريت في القطر اللي موجود فيه الخيول بتاعت قبيلة الهنود الحمر، واللي أول ما بيشوفوه بيفرحوا جدا، لكن سبيريت بيكون حزين لأنه بيكون معتقد إن رين خلاص ماتت. وبنشوف بعدها القطر وهو بيتحرك واللي بيكون موجود فيه كل الخيول والمعدات، وبيظهر سبيريت وهو فاقد الأمل لأول مرة لأنه بيكون مشتاق للحرية ورجوع لوالدته والقطيع بتاعه. وبعد شوية بيقف القطر في محطته وبيروح الجنود وبيخرجوا سبيريت وباقي الخيول اللي معاه، وبيكون سبيريت مستغرب جدا ومش عارف سبب وجودهم في المكان ده، ولكنه بعدها بيسمع البشر وهما بيتكلموا وبيفهم منهم إنهم محتاجين الأحصنة علشان يسحبوا عربة القطر. ومن ناحية تانية بيستعد كيرك وبينطلق علشان يحرر سبيريت ويرجع بيه للقبيلة، وساعتها بيكون الجنود ربطوا سبيريت وكل الأحصنة علشان يسحبوا عربة القطر اللي هيعدوا بيها من فوق الجبل، وبتبدأ الأحصنة إنها تسحب القطر لحد ما بيوصلوا لقمة الجبل. وقتها بيشوف سبيريت خط سير القطر وبيفهم إنه متوجه لمكان تواجد القطيع بتاعه، ساعتها بيقف سبيريت وما بيرضاش يتحرك، وبيلاحظ إن القطر هيتراجع لو كل الخيول ما سحبتوش، فبتيجي لسبيريت فكرة وبيمثل إنه مات، وده بيخلي الحراس يفكوه من السلاسل علشان ما يعطلش حركة القطر. وقتها بيستغل سبيريت الفرصة وبيحرر نفسه وبيهاجم الحراس وبيحاول إنه يكسر السلاسل اللي مربوط فيها الخيول، وفعلا بيكسر سبيريت السلسلة منهم وبيحرر مجموعة من الخيول وبيروح على السلسلة التانية وبيكسرها هي كمان، وبكده بيكون سبيريت حرر كل الخيول وبيطلب منهم يهربوا بسرعة. وبنشوف القطر وهو بيتراجع رغم محاولات البشر في إنهم يثبتوه في مكانه، وقبل ما يهرب سبيريت بيربطوا مجموعة من الجنود بالسلسلة ولكنه بيضربهم وبيهرب منهم. وبيشوف سبيريت القطر وهو خلاص هيقع عليه، فبينزل سبيريت بسرعة من على الجبل وبيقع على القطر وراه، وبيكون القطر قريب جدا منه واللي بيطير في الهواء وبيكون خلاص هيقع عليه، ولكن سبيريت بيقدر إن يتفاداه وبيفضل يجري لحد ما بيخبط القطر في القطر التاني، وبيحصل انفجار كبير بين القطرين وبنشوف حريق كبير جدا في الغابة، وبيكون سبيريت فخور جدا باللي هو عمله وبيفضل يجري في الغابة اللي بتكون على وشك إنها تتحرق بالكامل. ولكن وقتها بيجري سبيريت وللأسف بتتعلق السلسلة بتاعته في جذع شجرة، وبيكون سبيريت عاجز إنه يحرر نفسه من السلسلة، وقبل ما النار توصل له بيظهر كيرك وبيحرره، وبيجروا هما الاتنين بأقصى سرعة وبينطوا هما الاتنين في النهر، ووقتها بيفقد سبيريت الوعي. وبعد ما بيفوق سبيريت بيعرف إن كيرك هو اللي أنقذه وكمان جاب له تفاح علشان ياكله، وبيلاحظ سبيريت إن كيرك موجود على ضفة النهر، فبيقرب سبيريت منه وبيزقه في المية وبيفضلوا يلعبوا سوا هما الاتنين. وبيكون سبيريت سعيد جدا بوجود كيرك لأنه متخلاش عنه وجه علشان ينقذه، وبيقرب منه وبيحضنه. وفجأة بيوصل قائد المعسكر ومعاه مجموعة من الجنود وبيضربوا نار عليهم، وساعتها بيحاول كيرك إنه يجري لكنه بيقع على الأرض، فبيرجع سبيريت بسرعة علشان ياخده ويهربوا سوا، وبيفضل القائد يطاردهم لحد ما بيوصلوا لمنطقة جبلية وبيدخلوا فيها، وهناك بيمسك كيرك عصاية من الأرض وبيعلقها بين الصخور وبيوقع واحد من الجنود في الفخ بتاعه، أما الجندي التاني اللي كان بيطارده فبيتخبط في
في صخرة وبيقع، وبنشوف سبيريت اللي بيقف على آخر لحظة قبل ما يقع من على حافة الجبل وبيساعد كيرك إنه يضرب واحد من الجنود، وبيكمل سبيريت جري لحد ما بيطلع فوق الجبل وبيتفاجئ إن مفيش طريق يقدروا يهربوا بيه من الجنود، وبالرغم من كده بيقرر سبيريت إنه ينط للجانب التاني من الجبل واللي بيكون بعيد جدا عنهم، ولكن وقتها بيصمم سبيريت وبيستجمع شجاعته وبينطلق بأقصى سرعة وبينط في الهواء علشان يوصل للجانب التاني، وبينبهر القائد هو وباقي الجنود اللي معاه لما بيشوفوا سبيريت وهو طاير في الهواء، وفعلا بيقدر سبيريت إنه يوصل للجانب التاني وبيكون فخور جدا باللي هو عمله، وساعتها بيوجه جندي من الجنود السلاح بتاعه ناحية سبيريت علشان يقتله، ولكن وقتها بيتدخل قائد المعسكر وبيوقفه وبيظهر لسبيريت احترامه للإصرار بتاعه، وبيتراجع هو والجنود اللي معاه، فبيفرحوا سبيريت وكيرك جدا وبيرقصوا وهم مبسوطين، وبيركب كيرك على ظهر سبيريت وبينطلقوا بأقصى سرعة لحد ما بيوصلوا لقبيلة كيرك، وهناك بيبان الحزن على سبيريت لما بيفتكر رين، ولكن فجأة بيصفر كيرك وبتخرج رين من القبيلة، فبيفرح سبيريت جدا لأنها لسه عايشة، وبيجري سبيريت في اتجاه رين وبيقربوا هما الاتنين من بعض وبيرقصوا وهم مبسوطين، وبيرجعوا بعدها لكيرك اللي بيحضن رين وبيقول لها إن هو هيفضل فاكرها مهما حصل، وبيطلب كيرك من سبيريت إن هو يهتم بيها وما يزعلهاش أبدا، فبيقرب منه سبيريت وبيحضنه وبيودعوا سبيريت هو ورين وبينطلقوا، وبيكون سبيريت سعيد جدا وبيحيي كيرك لأنه هو السبب في حريتهم، وبيفضلوا سبيريت ورين يجروا لحد ما بيقابلوا النسر اللي بيكون سعيد إنه شاف سبيريت من تاني، وبعدها بيوصل سبيريت للقطيع بتاعه اللي بيحيوه وبيكونوا مبسوطين جدا برجوعه، وبيحضن سبيريت والدته اللي بتفرح لما بتشوفه، وبينطلق هو وباقي القطيع بكل حرية.